هو سيزون غريب وسيزون باين من أوله وترنح غريب وفرص ضايعة غريبة ولاعيبة مش مركزة في قلب الملعب، فحصاد الموسم يعني من بدايته إصفار كتير، إصفار يعني ما فيش تركيز، ما فيش هنا مش مع الكورة، هنا مع حاجات تانية، مع فلوس، مع ملايين، مع إعلانات، مع حاجات النادي الأهلي بقى يفتقدها وهي الروح النادي الأهلي. فرص غريبة بتضيع في مباراة الأهلي والمصري اللي انتهت بالتعادل السلبي طبعًا 0-0. الماتش ده والمطوشة اللي فاتت يبين لك إن اللعيبة مش موجودة ذهنيًا خالص. مش موجودة ذهنيًا ولا بدنيًا ولا كل حاجة، يعني كل القرارات غلط، حتى الفرص الضايعة اللي إحنا كنا خلاص افتقدناها من 5، 6 سنين رجعت لنا تاني، رجعت اتكوّنت اللعيبة اللي هو الترنُّح والكُبْر على الكورة يعني الأهلي تعادل 0-0 مع المصري تقريبًا في مباراة من طرف واحد، الأهلي عمل كل حاجة، يعني ماسك كورة المصري ما بيلعبش يعني. اللي يضايقك إن المصري ما جاش، يعني المصري ما لعبش، المصري ما عملش إلا فرصة واحدة في 90 دقيقة، أنت عمّال ماسك الكورة يعني باص وفُرَص ضايعة بس، يعني ما فيش حاجة الواحد شايفها اللي هو يا سلام يعني أو يزعل على التعادل أو حتى يعني حتى في نهاية الماتش البيلين اللي ضيّعه أحمد السيد زيزو ما يعني وأنا مغمّض كده كنت عارف إنها هتضيع، يعني وأنا مغمّض كنت عارف إنها هتضيع. يعني نتيجة الماتش ده والمُطوشة اللي فاتت والسيزون وقُلت لك الدماغ مش هنا، ما فيش كورة، هنا ما فيش كورة، هنا في حاجات تانية بقى كنا زمان إيه الله يمسّيه بالخير بقى أمّا كنا زمان يقول لك أصل اللعيبة مرهقة عشان ضغط المباريات، طَب فين ضغط المباريات بقى يعني، فين إحنا لسه في أول الموسم وجاي لهم إرهاق ذهني، يعني الأهلي يتعادل لا زال الموسم السيء اللي الأهلي ماشي على سَطر ويسيب سَطر مستمر، وربنا يستر على الأيام الجاية، وربنا يستر، وربنا يستر، والنادي الأهلي يدعّم بطموح جماهير النادي الأهلي عشان الموضوع يعني كده فاهم، يعني بعيدًا بقى عن لقطة كمان بقى تعالَ في لقطة الشناوي بيقول للعيبة تعالوا يالّا نحيي الجمهور، اللعيبة كلّها سابته ومشيوا وهو اللي هيحيّيهم لوحدها. إحنا لسه إيه، إحنا لسه في بداية يعني مجلس جديد، فيعني يا رب ما يبقاش زي الهفوات اللي كانت بتحصل وتعدّي، لأ، يعني ما فيش الكلام ده، يعني مش هنبتديها كده، إن الحاجات اللي اللعيبة تعملها دي بدماغها وما تروحش تحيّي الجماهير ولا قائد الفريق تسمع قائد الفريق وبيقول لهم تعالوا نحيّي الجماهير وينفّضوا، لأ، لأ، لازمًا وقفة ولازمًا قرارات صارمة للنادي الأهلي. إحنا لسه كنا بنقول وبنشجّع وفرحانين بوجود كابتن سيد وباشمهندس ياسين و والأستاذ أحمد برضه يعني أحمد حسام برضه الناس كلّها بتتكلّم عليه بشكل حلو، فيا رب نبتدي إيه، نغيّر كده ويبقى في سكامانّس جامد، يعني ولا بيفرق معاهم حتى خصم فلوس، يعني مش هيفرق، بس على الأقل تبقى عملت حطّيت أُسُس لقوام النادي الأهلي بعد كده، يعني أصل قوام النادي الأهلي ده لازمًا يتفوّر زي ما قُلت الفيديو اللي فات، قوام النادي الأهلي ده لازمًا يتفوّر، لسه منزّل فيديو امبارح اللي ما سمعوش يروح يسمعه، لازمًا قوام النادي الأهلي يتفوّر، نُص الفريق يطير. سلام عليكم.